السلام عليكم. غيبنا ورجعنا ان شاء الله بافكار اللي هي زوينين، اقتراحات اللي يعجبوكم ويجيكم بساطين. غادي نديرو الدجاج مقلي، ولكن ما غناخدوش الدجاج كهو، غادي ناخدو غير دوك القشاوش ديالو اللي غيكونوا جوانح القوانص والكبده اللي غادي نغسلوهم مزيان ونديرهم كيس تقطروا. غادي ناخدو جوج بصلات كبار نقطعوهم طرافي اللي هما ماشي كبار بزاف، وغادي نديروهم في الطنجره. ناخدو داك الدجاج اللي حنايا صوبناه، الا بغينا نزيدو شويه د الفخيضات حتى هما صغارين نزيدوهم، وغادي ناخدو ديك الساعات شويه د الملحه، شويه ديال البزار، الخرق وسكينجبير وثلاثه ديال الدروس ديال الثوم نحكوهم مزيان ونزيدوهم. من بعد غادي ناخذوا القزبور، غادي نكونوا قردناه ولا درناه في 1 2 3، غناخذوا واحد 3 ولا 4 المعالق نزيدوهم على هاد المكونات هادي. ومن بعد غادي ناخذوا واحد 4 كاس زيت الروميه وغادي نزيدوها. ناخذوا 2 كيسان د الماء ونخليو هادشي كيتشحر، نقليو هادشي هذا مزيان. من بعد عاد غادي نضيفوا الماء، واحد 2 كيسان د الماء، وغادي نسدوا عليها طيب واحد 4 ساعات د الماء كامل. غادي نوجدوا واحد 2 مطاطات كبار اللي غادي نقطعوهم طريفات صغار ونضيفوهم على هاد الطنجره هادي، ونعاود نسدوا عليها واحد 10 ديال الدقائق. ديجا راه طايب لينا داك الدجاج، حيت ماشي شي حاجه كتبغي طياب بزاف. ونحلوا على الطنجره ونخليوها كتقلى تنكونوا موجدين ديك الساعات لي فخيت اللي تنكونوا مقالينهم، وكنديروا هكا. هاد الطبق تيجي غزال وزوين. نتمنى الاقتراح يعجبكم. بالصحه والراحه.